السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. هي ام عمرو اللي جايبهولنا دوت. انت ايه بتكنسي الشارع؟ طبعا يا حبايبي ده مش شارع، احنا عند دي مرات عمي، احنا عندها وهي واخده زي مكان كده ساعيه بيه بقى ايه غنم، خرفان لا مؤاخذه وبط وفراخ وجميع كل حاجه. وانا كنت عندها هناك، فيا حبيبتي قالوا لي قومي بقى صوري شوف هنعمل ايه ويومي بيمشي ازاي. ورحت طبعا زيارة هناك زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. طبعا كل حاجة هناك محطوطة عندها في الحتة ديت، طبعا وساعية فيها كل في كل حاجة. فهي طبعا هي زي ما انتوا شايفين الغنم هناك اهيت، وهي راحت كنسة مكانهم عشان تقعد تأكلهم على نظافة. فيا حبايبي صباح الفل والهنا والسعادة عليكم. انا طبعا بسجل لكم الفيديو ده كان الصبح، والنهاردة الجمعة يا قلبي، جمعة مباركة عليكم وعلى بيوتكم، والسعادة والهنا والسرور عليكم يا حبايبي. وربنا يخليكم ما يحرمني منكم ابدا ابدا يا حبايبي. يا حبايبي معلش لو انا ما ردتش على حد، لاني كان والله النت قاطع عندي بقاله يومين، عشان كده معرفتش ارد على حد. والفيديو اللي فات والله العظيم فعلا نزل خالص عشان ما دخلتش لحد ولا رديت على حد. انا اسفة يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي الغنم اهيت واقف اهيت جايبه لهم الاكل اهيت بتاكلهم. والله العظيم عارفينها، ده يجروا وراه ويعملوا وراها زي الطفل الصغنن بالظبط، وانا واقفه اصور عماله اضحك. طبعا هي طبعا عامله وشها، هي طبعا من الفيوم العرب، انتوا عارفين احسن ناس واجدع ناس، كل الفيمة وكل بتوع العرب كلهم كويسين جدا. تحية ليهم وتحية لكل البلاد. ربنا يخليكم كلنا طبعا اخواتي حبايبي، ربنا يخليكم ويوفقكم ويسعدكم يا رب. فطبعا ابنها اللي قاعد جنبيها دوت، فهي قالت عن ايه اصور كده، هي مسميهم عيالي الصغننين، فطبعا عارفينها ما بياكلوش الا من ايديها زي ما انتوا شايفين. فانا حبيت يا حبايبي اوريكم اليوم ازاي ماشي، وازاي بتعمل ايه وبتاكل ازاي وبتعمل ازاي. لان الدول البره بتاعت امريكا والحتت ديت والسعوديه والحتت دي ما عندهاش الحاجات دي، فبتحب تشوف الحاجات ديت في مصر ماشيه ازاي وعامله ازاي. مصر ام الدنيا، ربنا يحملنا مصر ويخلينا مصر يا رب. زي ما انتوا شايفين وهي مسمياهم اسامي، طبعا واحد سلطان وواحد مش عارفه ايه فبتكلم ايه بتقول لكم ايه عاملين ايه. وهوت الواد اهو اتعمل. طبعا الفراخ اهيت هناك، هروح برضه هوريها لكم دلوقتي اهي. هي بتقول لابنها تعالى هات شوية اكل تاني للغنم، زي ما انتم ما بياكلوش الا من ايديها، وبياكلوا من على حجرها كده هو زي ما انتم شايفين. وهي شوية حاجات، والله يوم جميل جدا جدا. وطبعا انتوا عارفين المنظر حلو في الهوا، طبعا كانت الساعة 8 وفي الهوا ده اللي احنا فيه، والشمس بتبقى جميلة جدا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو. طبعا هي قامت كانت هتعمل لي، قالت لي هعمل لك اكله حلوه بتاعتهم، طبعا هم بياكلوها هناك كده هو. هنشوف، مش هحرق لكم الفيديو يا حبايبي هي هتعمل ايه. فطبعا حطت الطوبتين دول يا حبايبي هتعمل قانون زي ما انتوا شايفين كده هوت. قالت لي هعمل لك قانون وهفطرك اكله حلوه كله بيحبها، وهي عندهم كمان عارفينها وبيحبوها قوي. فقالت لي والله لا اقوم اعمل لك منها، مش خساره فيكي والله لا اعمل لك القانون هنا واسويها لك هنا واللي انت عايزاه. ويا حبايبي لو عايزين ان انتوا يعني على طول نصور مع بعض ونشوف يومها ايه وبتعمل ايه وهي بتذبح وبتنضف الفراخ وجميع كل حاجه، قولوا لي يا حبايبي واكتبوا لي في الكومنتات، وانا نصور معاها على طول وشوفوا انتوا عايزين ايه وانا هعمله ونصور مع بعض ونعمل مع بعض. شوفوا كده يا حبايبي، ولو عجبكم الفيديو ده قولوا لي عليه واللي انتوا عايزينه. والله العظيم كان يوم متعة متعة متعة. هي طبعا بتعمل الطوب زي ما انتوا شايفين، وبتعمل هي اتحطت الصاجة دي صاجة البوتاجاز، طبعا خلعتها وعملتها وبتوضب زي ما انتوا شايفين. كان يوم حلو والله، يوم يعني
يوم العرفان انتوا عارفين ان انا من الصعيد، بس انا مش مولودة هناك، انا مولودة هنا في مصر. انتوا عارفين ايه، والدي ووالدتي هما من الصعيد، لكن انا مولودة هنا في مصر. بس والله والله لما بروح هناك، انا رحتهم مرتين تلاتة، يا هي بتجيب في الخشب اهو جنبيها. فطبعا الخشب دوت بيسيبوه هما عشان خاطر بايه، بيولعوا فيه، بيعملوا كانون، بيتدفوا بيه في الشتاء، فبيبقى بالنسبة لهم دول حاجة تاني. فطبعا بتوع الأرياف كلهم عارفين ان كل دوت بينفع، ما بيرموش اي حاجة عشان خاطر بيولعوا منها. هي واخدة طبعا الحتة جنب بيتها على طول، وهي بتعمل فيها. فزي ما انتوا شايفين يا حبايبي، فلو انتوا عجبكم المنظر وعجبكم اليوم دوت، فطبعا انا ما بنتش خالص، انا كنت ماسكه الكاميرا، وطبعا هي اللي كانت بتعمل، وهي اللي عجنت، وهي اللي عملت كل حاجه زي ما انتوا شايفين. ويا حبايبي، فزي ما انا قلت لكم، انا من الايه، من الصعيد. انا لما بسافر والله متعه متعه. فبنصحى من الساعه 5 الصبح. فطبعا 5 الصبح ديت ما اقولكوش، يعني بالنسبه لاي حد في مصر نهوت في الساعه او في اي حاجه، وكنت في عز الشتاء سافرت، بس كانت ايام جميله جميله. وتقومي من الصبح كده، فكل واحده بتقوم على، لا مؤاخذه، على الزريبه بتاعتها، فلو وراها بتحلب، لو وراها حلب، وراها اي حاجة، فبتعملها زي ما انت شايفة. حطت الدقيق اهوت. هنا الكاميرا عملت شوية كانت معكساني، لا مؤاخذة الخرفان كانت واخدة عليها جدا، وكل شوية تزق فيها وعايزينها، وهي تبعد بعيد وانا اخاف منهم اجري. وكان كل شوية، كان يوم والله العظيم جميل جدا، وكان ضحك، وكان متعة جدا يا حبايبي، والله والله. يعني الارياف متعة متعة متعة. زي ما انتوا شايفين، هي عجنت بس كده على قدينا على طول، ما عجنتش كتير. قالت لي لا مفيش الا احنا وانتوا، فهي على طول عجنته مهيت. كل ده هي اللي عملته. فطبعا انتوا عارفين بتوع الارياف كلهم ما شاء الله عليهم ناصحين، وفي ثانية بيعملوا حاجتهم. بصي بعكسها ازاي بعكسها كل شوية، عايز ايه يروح لها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، العجينة اهوت عجنته وعملته في ثانية. كنا عاملين، هتقولي لي هتعمل ايه؟ بتعمل العجينة ديت يا حبايبي، وبتقطعها كده حتت كده صغيرة زي الكور، وبعد كده بتدبدبها وبتسويها على الكانون وبتقطعها. فطبعا اي حد هيشوفها هيقولي ده عيش. هو مش عيش، هو عندهم يعني احنا وعندنا برضو بنسميه مفروكة. تقولي ايه المفروكة ديت؟ فطبعا اللي من الصعيد زينا هيعرفها. فالمفروكة دي بيعملوها، بيدبدبوها، هي عاملة فعلا زي العيش كده، بس مش زي ما احنا بنعملها. مش عيش اللي احنا بناكله بتاعنا المصري. مش ده يا حبايبي. فهي بصي حطت شوية دقيق، زي ما انتوا شايفين، وكورتها كور زي ما انتوا شايفين كده اهوت اهو يا حبايبي. وراحت مكوراها وهتعملها. طبعا قالوا لها لا كبريها شويه، راحت مكبراها زي ما انتوا شايفين اهي. قالت لي اعجنيها انتي، قلت لها لا انا همسك الكاميرا وانتي اعجنيها، عشان برضو الناس تشوفها احنا بنعملها ازاي، وبنعملها بتنفع ازاي. فطبعا دي في بلدنا برضو بنعملها يا حبايبي، بتدبدبيها وبتحطيها برضو في الفرن كده، فبتاخديها على الجنبين وتترفع كده تتنفخ، وبنقطعها بالسمنه زيها. تقولي زي العيش؟ هي مش عيش، لان اي حد هيشوفها يقولك عيش، بس هي مش عيش. يا دوبك بتتعجن بشويه ملح بس صغيرين كده اهوت وخلاص. هنشوف يا حبايبي هتعملها ازاي. وجميله جدا، وكلناها كانت جميله، وكله كان بيتخانق عليها. بتاكل جنبيها جبنه قديمه، عسل، حسب الرغبه اللي انتي بتحبيها. اهو يا حبايبي، احنا برضو كل الصعايدة لو حد بيتفرج عليا من الصعيد والحتت دي هيعرف دي ايه. لكن احنا هنا هوت يا بتوع مصر ما يعرفوهوش. حتى كانت مرات اخويا برضو كانت معانا، قالت لي هو ايه دوت، احنا مش ما نعرفهاش.
فطبعا الصعايدة بس هم اللي عارفينها وهم اللي بيعملوها على طول. هي المفروقة الرشدة، المفروقة والرشدة والمخروطة. المخروطة برضو هنا في مصر معروفة قوي، لكن الرشدة بنعملها ديت بلبن، برضو اللي يشوفها ما يعرفوش. هي قايمة كده ولا بصي الكلب الصغنن يا خرابي على الجمال يا ناس، بصوا عامل ازاي. لسه الكلبة بتاعتهم كانت والدة 6 وصغننين كده وجميلة، والله تقعدي كده تنسي الدنيا وما فيها. بصوا بيجروا ازاي على الاكل، وقتهم حلو قوي وجميل قوي طول النهار. بيصحوا طبعا من الساعة كام. فطبعا يا حبايبي بصوا انا بقيت ماشية ورا الكلب ده، عاجبني جدا. والخلفان راحت هناك طبعا عمالة تاكل، حاطه لها الاكل بعدتهم بعيد عشان خاطر الولعة، عشان ما يجوش على الولعة ولا كده. فهي اتعملت الكانون فهتولعه بشنطة طبعا. قلت لها حطي جاز، قالت لا احنا بنحطش جاز على الولعة هنا هوت عشان ما تعملش دخنة ولا بتعمل حاجة زي ما انت شايفة. وهتولعها وهتبقى جميلة جدا والله. وقت جميل احسن من هنا هوت، وتقعدي كده في الوقت ده في الشارع بتبقي ناسية الدنيا وما فيها، وجميلة جدا والله يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فطبعا عندنا هناك بيبقى، شفتي بيبقى القانون دوت عاملينه، وعاملين الفرن الطين ديت. عارفين طبعا كلكم يا حبايبي لو صعايدة مصر عارفين طبعا كلنا الفرن الطين اللي بتتعمل ديت بيخبزوا عليها. احنا بلدنا بلد العيش الشمسي، طبعا كلنا عارفين، في ناس عارفة وناس مش عارفاه. العيش الشمسي ده يا حبايبي بيخبزوا عليه. ولو عندك الفرن العادي ام انبوبة ديت برضو يا حبايبي بتخبزوا عليها. طبعا العيش الشمسي ده بيبقى جميل برضو جدا، انا بحبه جدا. وبيتباع هنا في مصر برضو، عندنا في ناس هنا هوت عندنا برضو بيبيعوا عندنا في السوق، بيبقى جميل جدا برضو زي ما انتوا شايفين. وطبعا هي هتولع النار وبعد كده هتدبدبه هتوريهولكوا واحنا بنعمله يا حبايبي. بس يا رب الفيديو، ولو عايزين فيديوهات بالطريقة دي على طول اكتبولي في الكومنتات وهعمل على طول معاها كده يا حبايبي. هتقولوا لي ان هتسيب البتاع، لا ده هي جنبي مش بعيد، وهي واخده حته كده ساعيه فيها جميع كل حاجه، طيور غنم، جميع كل حاجه هي عاملاها. هي مش بعيد جنبينا على طول كده اهوت. بس متعه تشوفي المنظر حلو جدا. فانتوا لو عجبكم يا حبايبي الفيديو بالطريقه دي اكتبولي وانا هصور على طول معاها وعلى طول نشوف هنعمل ايه. عايزين محشي كده واحنا قاعدين على الكانون، عايزين اي حاجة على الكانون هنعملها بطريقة حلوة وجميلة وتعجبكم. ولو عايزين اني انا اوريكم يومي ماشي ازاي وبعمل ازاي من اول ما بصحى لغاية ما بنام في اليوم بتاعي، برضو قولولي وانا هوريكم اليوم بتاعي من اول ما بصحى لغاية ما بنام ان انا بعمل ايه وبروح ايه فين وبعمل ايه في البيت وفطار ايه وغدا ايه وعشاء ايه. وقولوا لي يا حبايبي وانا هعمل لكم يوم كامل عندي في البيت او يوم كامل معاها لغايه بالليل واحنا كده قاعدين في الحته. اكتبوا لي وقولوا لي برضو. اهي يا حبايبي زي هي دبدبتها كده اهوت وعملتها هي زي ايه، عامله زي القرص كده اهوت، بس هو مش عيش احسن حد يفكروا عيش. اهي خدتها على ايديها وهتروح تسويها هناك على الكانون. والله كانت اكله جميله جدا لدرجه كله كان بيتخانق عليها. اهي سويتها على الكانون زي من تحت كده. فانا نفسي يا جماعه في حله محشي بقى على الكانون ده. فلو انتوا عايزين اليوم دوت قولولي ونكتب، واكتبوا لي يا حبايبي ونعملها حلة المحشي على الكانون كده. وهوريكم واحنا قاعدين ازاي واحنا بناكل ازاي، كل حاجة اصورها لكم. بس انتوا قولوا لي واكتبوا لي ويمشي اليوم ازاي. بس انا حبيت كده تجربة معاكم عشان لو الفيديو عجبكم نعمل تاني ونعمل فيديوهات كتيرة واحنا قاعدين كده اهوت يا حبايبي. بس انتوا اكتبوا لي وقولوا لي، تحت امركم عينيا ليكم يا حبايبي. بس بالله عليكم يا حبايبي اللايكات والمشاهدة والمشتركين. يعجبكم الفيديو يا حبايبي والاشتراك يا حبايبي، بالله عليكم الاشتراك. انتوا عارفين الاشتراك واللايك هو اللي بيرفع الفيديو اللي انت تشوفيه هنا نشوفه وهنا يشوفه. والله يا حبايبي احنا بنتعب جدا في الفيديوهات ديت وفي كل حتة احنا بنتعب فيها.
طبعا يا حبايبي اللي انتوا شايفينها دي على جنب، ده ابنها اللي كان عايزها بالطريقه دي، عايزها سوا كامل، لكن احنا ما بنسويهوش السوا الكامل، هو يا دوبك كده هو زي ما انتوا شايفين. انا خدته كمان هناك عندي، حطيت له بقى، قطعته زي العيش، بس هو والله ما عيش يا جماعه لحسن تفكروه عيش. هو المقطع ده اتقطع مني عبال ما جيت منتج واصور، لقيت المقطع ده اتقطع لاني التليفون فصل. التليفون فصل. انا كان نفسي اوريهولكم وانا بقطعه وانا بحطه كده كل حاجه يا حبايبي. فجيت هنا هو قلبته وحطيت معلقتين سمنه وقلبته زي ما انتوا شايفين، اللي يشوفه هيقول عيش في السمنه، بس هو مش عيش. وريكم التسويه ازاي وكله ازاي، بس كانت اكله جميله. بس هعمله لكم تاني وهوريكم برضو ان هو ازاي، لاني انا حاسه ان انتوا برضو مش عرفتوه قوي. هو اللي هيكتب وهيقول عيش ده مش عيش يا جماعه، دوت دقيق بالملح وبتاع وبالدبدب وبنسويه يا دوبك بس بيعلى، وبنقطعه لقم صغيره كده وبنحط له سمنه زي ما انتوا شايفين كده. بس طعمه والله والله اللي يجربه طعمه جميل جدا. زي ما انتوا عارفين انا قلت لكم الصعايده بس هم اللي يعرفوه. اسمها ايه؟ اسمها مفروكه، احنا بنقول عليها مفروكه في البلاد، او نسميه لقم بالسمنه. يعني هي جميلة جدا جدا يا حبايبي. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير والايه وكومنت حلو منكم كده. كومنتاتكم بتخليني بتوديني في حتة تانية وبتسعدني منكم. بصوا يا حبايبي اللقم عاملة ازاي، جميلة جدا. ولا يا حبايبي نصلي على النبي ونقول سلام.